كان بودنا دائما أن نلتقي بكم، ولكن من المؤكد أنتم حاضري الصورة أمامنا في كل لحظة، في كل ساعة، في كل يوم، وأنتم في الجبهة. النسخة الثانية من صورتكم موجودة أمامنا ونحن في بغداد. وأرجو أن تنقلوا عنا إلى أخوانكم اللي ظلوا على الدبابات، وإلى أخوانكم الآخرين اللي ما حضروا هذا اللقاء التحيات والاعتزاز العالي بكم. نريد نسمع أخباركم كما كنا نسمع أخباركم دائما. وأتمنى لكم التوفيق، والتوفيق من الله. حياكم الله. صدام ابونا عمود البيت ما نرهى من دونه، علينا بالتساوي فاض حبه، وعي قصي روحه واحنا قلبه، علينا بالتساوي فاض حبه، وعي قصي روحه واحنا قلبه، هم شفتي يا دنيا مثل ابونا، هم شفتي يا دنيا مثل ابونا. من يقعد ويانا نور الدار، من قبال عين صغار وكبار، من يقعد ويانا نور الدار، من قبال عين صغار وكبار، حب الغزل يحلى وتحلى الاشعار، حب الغزل يحلى وتحلى الاشعار، هم شفتي يا دنيا مثل ابونا،
والدنا وفخر من نحمل اسمه، ما يرجع أبد من ينطق الماء. والدنا وفخر من نحمل اسمه، ما يرجع أبد من ينطق الماء. وهذا الشعب الله جاب رحمة، هذا الشعب الله جاب رحمة. هم شفتي يا دنيا مثل أبونا، هم شفتي يا دنيا مثل أبونا، هم شفتي يا دنيا مثل أبونا. الو، صباح الخير شيخ، شلون احوالك؟ شلون امورك؟ عافية. الموقف الان شلونه مستقر؟ التحام مستمر. زخم العدو شلونه الان مقارنة بقبل ساعة؟ اقل بدا يفتر. ايه يصل. هذا هو من وصل هي يبدأ عاد يشغل من الخلف وحتما يتعبهم. هم إذا زخمهم فتر مع بعد ساعة زمان تشوف وضعهم يصير غير شكل. واحنا سوينا ترتيب لتعزيزات جديدة لكم حتى نديم الزخم. لا، سوينا ترتيب سريع ونديم الزخم إن شاء الله. حياك الله، سلم لي على أخوانك كلهم. مع السلامة. مع السلامة. جرايتك من عندنا يا سعد يا جنة، جرايتك من عندنا في القادسية شهودنا شهودنا، في القادسية شهودنا شهودنا. وش حتى اليوصل يمحدنا، وش حتى اليوصل يمحدنا. نصر العرب بعيونك، نصر العرب بعيونك. كل ما تهب ريح الحقد، كل ما تهب ريح الحقد، أحفادك يعيدونك، أحفادك يعيدونك. هي يا سعد يا ابن الوطن، هي يا سعد يا ابن الوطن. نصر العرب بعيونك، نصر العرب بعيونك. كل ما تهب ريح الحقد، كل ما تهب ريح الحقد، أحفادك يعيدونك، أحفادك يعيدونك. بالقادسية شهودنا شهودنا، بالقادسية شهودنا شهودنا. مش حتى ليوصل يمحدنا، مش حتى ليوصل يمحدنا. بالقادسية شهودنا شهودنا، بالقادسية شهودنا شهودنا.
ارجع ارجع ارجع. النظام حتى يحكي وياكم يلا يا شباب. الله يساعدكم يا رجال. احنا جينا هسه من يم اخوانكم تسمعون بالبسيتين مو تسمعون قبل. من فضلك إذا تخلونا حكي وياكم شوي من فضلك. العدو حكي كثير عن البسيتين وسولف كثير، ردنا نسحق قوته بالبسيتين، فصار الهجوم عليه اليوم بهالليل، واخوانكم الله وفقهم وطردوا العدو من مواضع الاماميه ومن مواضع الوسطيه، والان الطرد على رقابه اذا الله سهل. جينا قبل شوي من يمهم، هم محتاجين الى 400 مقاتل منكم، بس 400. هسه شوي من فضلكم حتى كل من يروح على واجبه على الكون. احنا محتاجين، ما محتاجين كل العدد، محتاجين بس 400. ترى اقول لكم انتم ولو عسكر وشغلتكم تكاونون، هو شغلتكم شغلة الكون، الواحد يلبس خاكي يعني يجي مفتن للكون، مو هيك؟ بس اقول لكم شيء، ترى القصف شديد، هسه انا شفته بعيني. نريد 400 يعني نشامه يكاون ما يتزحزح من مكانه. زين، هذه القوة دحجو. اقول لكم شيء من فضلك، انت بيان طالع حجوة منزل ابو عدي، انت بيان طالع حجوة منزل، انت اللي حطيت بجبينك كروة تتحندل، انت اللي حطيت بجبينك كروة تتحندل، تلمت عليها دول، واحد يقول شكلها وواحد يقول سكلها، انت اللي قلت شيسلها تشيسلها، ها من كون السبعة يقوم هذا المجلس مال الطيب. دحجو يا رجال، ربعكم هناك من فضلك خلينا نكمل حكي. ربعكم هناك موقفهم زين وثابتين بالقاع، واشتلوهم شتلة قوية، بس يريدون 400 يعززون موجودهم، 400 من الشجعان اللي يقاتلون من فضلكم، يقاتلون مثلهم كون ما يتزحزحون من القاع. هذول 400 راح نسميهم قوة صدام، ترى إذا انهزمتم اللي ينهزم، اللي يتزحزح منكم من مكانه، معنى أنا متزحزح ترى من مكانه. زين، اللي يريد يروح بهالروحية هذه 400 يريد، اللي يريد يروح بهالروحية يجنب يقف إيه.
احنا ردنا شباب، احنا ردنا بس 400 القوة صدام، شو كلكم طلعتوا؟ طيب 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 من فضلكم اذا اسمعوني شوي. اذا من الان مو ادري ربعكم جيش الشعبي هناك هم جاي يكونون كون ممتاز. اذا من الان نعتبرهم كلهم قوة صدام وتمشيهم كلهم على الواجب. اهجوا يا رجال. يا رجال من فضلكم من فضلكم يا رجال. اذا بعد الان تذكرون انتم عراقيين، وتذكرون انتم عسكر، وتذكرون انتم قوة صدام. اللي لا سامح الله يتزحزح منكم ترى مثل ما اني متزحزح، واللي يتزحزح منكم ترى تعاتب انيا عتب، انا ما اقول بس عتب الرجال. ها تذكرون هذا؟ توكل على الله، توكل على الله. بالحرب رافعين اعلان، اهل القادسية بالحرب رافعين اعلان، وما يهابون الموت من يثور الدان. تبشر يا صدام تبشر، لزامك يوم الضيف، تبشر يا صدام تبشر. الله يسعدكم يا شباب. انتم من الألوية الباسلة في الجيش العراقي، وفوجكم احنا نعرف كان عنده اول البارحة، مو اول البارحة كان هجوم على مواضع العدو، وايضا نعرفكم انكم عراقيون مخلصون لهذا البلد العظيم. حسب خطة القيادة العامة جبناكم لهنا، اخاف اخوانكم يحتاجون لإدامة الزخم، لأن العدو الآن يتقهقر أمامهم، ومن البارحة لليوم سووا بي سوايا اللي تعجبكم. عيش بطل التحرير القومي المناضل صدام حسين. نحن نعرف كما يقول المثل الريفي أنكم سيف دبان مجرب، ولذلك ما راح نجربكم في هذه المعركة لأنكم مجربين أو مجربون،
كما نعرف عنكم قبل هذا اليوم. إذا احتاجوكم إخوانكم بالقتال احنا واثقين إنه راح تقاتلون قتال ممتاز مثل ما كنتوا تقاتلون دائما. على أي حال على أي حال يا حياك يا مسير الأمة يا حلو مسراك، سير بخطتك هذه واحنا جيش وشعب وياك. ها البعض الصامت صاروا وتنا ويا البعض الصامت صاروا وتنا ويا البعض الصامت صاروا وتنا على أي حال أيها الأخوة، هذه فرصة لنا كلنا كعراقيين أن نقاتل العدو في هذا المكان ونسحق كل موجات البشرية اللي كان مهيئها لأن يتعرض بها على قواطع أخرى. وبحيل الله مثل ما قلت لكم احنا نعرف وراح تشوفون ان اخوانكم سووا بيهم عملة اللي يستاهلوها، وانتوا ايضا من راح تروحون احنا واثقين راح تزيدون العملة عملتين فيهم. ومشت خطوات. فحياكم الله، شوفكم ان شاء الله دائما ورؤوسكم مرفوعة وعدوكم مهزوم امامكم يتقهقر، وانتوا رؤوسكم مرتفعة وشواربكم معلقة دائما دون ان تهان. حياكم الله. هاخوتي عليهم عليهم كل الصوت منهم ومن ايديهم، هاخوتي عليهم عليهم كل الصوت منهم ومن ايديهم، يا اهل الهمة والزود دقدقوهم ردود، يا اهل الهمة والزود دقدقوهم ردود، جيش صدام والله سوى بيهم، جيش صدام والله سوى بيهم، هاخوتي عليهم عليهم كل الصوت منهم ومن ايديهم، هاخوت عليهم كل الصوت منهم ومن ايديهم، يا اهل الهمة والزود دقدقوهم ردود، يا اهل الهمة والزود دقدقوهم ردود، جيش صدام والله سوى بيهم، جيش صدام والله سوى بيهم. حظهم بختهم باركنا للهم، حظهم بختهم باركنا للهم، شدوها واشتروها من ايديهم، شدوها واشتروها من ايديهم، هاخوت عليهم كل الصوت منهم ومن ايديهم، هاخوت عليهم كل الصوت منهم ومن ايديهم، يا اهل الهمة والزود دقدقوهم ردود، يا اهل الهمة والزود دقدقوهم
الوداع يحصل ذول الأقسام. سلمنا النصر واضل بين ايديهم، سلمنا النصر واضل بين ايديهم. اخوت عليهم ما عليهم، كل الصوص منهم ومنهم. اخوت عليهم ما عليهم، كل الصوص منهم ومنهم. يا اهل الهمة والزود دقدقوهم وردود، يا اهل الهمة والزود دقدقوهم وردود. يا اهل الهمة والزود دقدقوهم وردود، يا اهل الهمة والزود دقدقوهم وردود. جيش الغاب والله سوى بيهم، 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 جيش الغاب والله سوى بيهم. انتوا لواء معروف لنا في بطولاته وفي شجاعته قبل اليوم. كل القواطع اللي كاونتوا بها انطيتوا حق للقتال من رجال مؤمنين. انتوا لواء البطل عبد الهادي، وانتوا لواء جندي باسل هو آمر لواءكم اليوم. حكينا عنه قصة بالتلفزيون، لابد انه سمعتوا وانتوا تعرفوه ايضا. وامري افواجكم ايضا ضباط نعرفهم في شجاعتهم وفي صمودهم وفي تصميمهم وفي استبسالهم. ونعرف كذلك ضباط اللواء، ونعرفكم للكم. إذا ما نعرفكم تفصيليا نعرفكم كجماعة. احنا ندري راح تجون هنا بهذا المكان، يجوز ربعكم يحتاجوكم هناك بالكون، لأنه صار لهم يومين يكاونون، كاونوا خوشكم واخبارهم حتما سمعتوها وراح تسمعوها. هم رجال مثلكم ايضا نشامة ويعتزون بالتشكيلات اللي يعملون ضمنها، واهم من اي شيء يعتزون بانهم ابناء العراق العظيم مثل ما هو انتم. انسحق العدو سحقة من النوع اللي تعجبكم خلال هاليوم، والمعركة مستمرة، لأنه ما نريد ننطي بها خسائر كثيرة، ونريدها فرصة حتى نسحق العدو سحقة قوية تأثر على معنوياته، ليس في هذا القاطع فقط وإنما في كل القواطع، وتضيف عز جديد للجيش العراقي الباسل وتزيد صمود على صموده الرائع. لذلك احنا واثقين اذا ما احتاجوكم اخوانكم للكون راح تكونون مثل ما كنا دائما نسمعكم. مو هيك يا رجال؟ لا واثقين من هذا. وبحيل الله رايتكم تظل بيضة وعالية، وعلم العراق يظل يرفرف، ما تنحني ساريته، وكذلك رؤوسكم تظل عالية وما تنحني. وإن شاء الله دائما تكتب عليهم الذلة ويكتب لهم الفناء، لأنهم على باطل وأنتم على حق. ليس لكم مع الشعوب إلا أن تريدون أن تعيشوا أعزاء أحرار كما ولدتكم أمهاتكم، ولكن كانوا مع الأسف مطية للأجنبي، وقد انكشفوا بسرعة، وانكشف تعاملهم مع الكيان الصهيوني، وانكشف تعاملهم مع كل قوى الظلام ضد الأمة العربية وضد العراق. كانوا يتصورون أنه بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة
إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم، وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوه. من عرفنا أنتم في هذا المكان قلنا هذه فرصة أن نشوفكم مجتمعين، لأنه ما بإمكاننا لو كنتوا أنتم في خط التماس في أي قاطع من قاطع العمليات ما كان بإمكاننا أن نجمعكم كما هو الحال الآن. إن شاء الله دائما نشوفكم وأنتم تحتفظون بتاريخكم المجيد كعراقيين وكعسكر وكمنتسبين إلى هذا التشكيل العريق ذو المجد الخاص ضمن الجيش العراقي. حياكم الله، إن شاء الله نشوفكم بعد المعركة أيضا وتكونون تقولون كاونا زين. ها؟ حياكم الله. فيما الله. فيما الله. ماذا قرأت في وجوهنا؟ ألا وهي علامات النصر المؤزر، ألا وهي علامات النصر المؤزر في وجوه تشكيلنا البطل يا قائد الأمة. عشت يا فارس النضال. المقاتل يجاوب على سؤالك، فليس هنالك أبلغ من الجواب اللي تتحدث عنه. أنتم تتهيئون للمعركة، تسمعون صوت المدافع، ومع ذلك تكون معنوياتكم بهذه الكيفية، ومع ذلك تكونون بهذه المعنويات، فوالله لم أقرأ في وجوهكم إلا علامات النصر والصمود. بارك الله بكم. أهلا بعبعدي البطل، أهلا بعبعدي. هاد وجهك وين؟ نوين 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 هاد وجهك وين؟ أهلا سيد. أهلا سيد. أهلا سيد. أهلا سيد. عد وجهك وين مصري؟ والله وين مصري؟ نبغى نلقى وش المدافع. خط نظر خط نظر. ابو خليل ارجع شوي لورا. ما تخاصمتم؟ الشعبي الشعبي قطع حساب. ليش زين؟ ها؟ نعم. وأهم هدية عندنا والهدية واحدة من الرجال حي وفي الثلج
قد يقول البعض أو حتى بعض الأمم تضع العقل في المقدمة ثم تأتي الحواس الأخرى أو الأعمال لكي تحتل موقعها. نضع ضمير ثم تصاغ اتجاهات العقل بضوء نبضات الضمير المتصل بالقلب والدماغ. لذلك وظيفة كل فترة منها أساسا. ولكن كتب علينا كما كتب لأمم أخرى من قبلنا وبالذات المراحل الأخرى تقدمت علينا والتي فيها ونستمد منها العون والصبر والظفر إن شاء الله وكل مقومات النبل. نقول كتب علينا أن يرافق البناء مع تقنية عزيزة علينا ولكن لا بد منها لكي يستقيم البناء. وأهم ما في البناء هو الإنسان فيه كرامة وفي المؤمن وفي حقه الاختيار. أي اختيار يقرره الجماعة والمناسب صحيح بعيد عنه. قد توفرت للشعب العراقي الآن كل المستلزمات التي باستطاعتنا أن نقول وبعز وإعزاز وإيمان والدور مبادئها هو قرار ينطلق روح وفن ومن حالة لا يكتنفها إلى ضغط. ولذلك يقاتل العراقيين تعرفونها وبالطريقة التي عبرتم عنها في فرقة والاختلاف. وأهم شيء بناتني هو أن تعيشون برضا عالي مستقر وثابت لضمائركم في الليل وفي النهار، في الحياة وفي الموت. يقينا هو أهم ما يتمنى الإنسان من الإنسان بدعوة من الله. والأهم من هذا هو أن يرضى. هنالك ترابط كما أؤمن وكما أعتقد بين رضاء الإنسان من الإنسان بصورة جماعية عن سلوكه وعن عمله وعما يهدف وبين رضاه. من ذلك جاءت كل عقائد السماء مرتبطة بنقطتين مركزيتين: الوحدانية ورب السماوات والأرض وإقامة الحد والناس. إننا مؤمنون بالله يقينا كعراقيين وكشعب مختلف دياناته وفرقه وطوائفه وإذا وقت ترابط حقيقي بين رضاء الناس
ويقينا أن شعبكم راضي عنكم لأنكم قاتلتم الدفاع عنا ثم يقاتل هذه السرطان التي أساسها كيف أعمال مرتبطة بماضي العدل رجال بيهم كثر الطق بيهم كثر الطق بيهم كثر الطق بيهم كثر الطق يا جنود الحق دقوهم دق يا جنود الحق دقوهم دق خل اصحاب الشر ما يوسعهم بر خل اصحاب الشر ما يوسعهم بر بيهم كثر الطق بيهم كثر الطق بيهم كثر الطق بيهم كثر الطق قال النصام بعون الله الاعلام قال النصام بعون الله الاعلام ظل مرفوع الهام ظل مرفوع الهام واحنا اصحاب الحق واحنا اصحاب الحق حاضر سيدي محمد الله يساعدك، شلون احوالكم؟ اجب. احنا نسمع اخباركم الطيبة، واكو بعض الرجال يريدون ابطال ويعيشون ابطال، وانت منهم، وايضا تشكيلك من التشكيلات البطلة. سلم لي على اخوانك.
وقول لهم فلان يقول بارك الله بكم وحياكم الله. زهير الله يساعدك اجب. شلون احوالك انت وربعك؟ ان شاء الله زينين اجب. سلم لي على اخوانك، احنا عهدنا بيهم دائما رجال وسباع. سلم لي على اخوانك، قول لهم هذا اليوم اريد يكون حاسم ونقلبها على رؤوسهم بعون الله. اجب. تحياتي لكم، إلك ولهم جميعا. أجب. فيما الله. محسن الله يساعدك، شلون اخوانك وربعك كلهم؟ أجب. أنا أعرفك وأنت ابن شهيد، وهذا اللواء من الألوية البطلة، فلازم راية تظل عالية في هذه المعركة مثل ما كانت في المعارك الأخرى. ونريد نسمع دائما أخباركم في مقدمة الرجال. أجب. سلم لي عليهم، بارك الله بيكم. فيما الله. فاروق الله يساعدك، شلون امورك وشلون ربعك؟ اجب. أنا مرتاح جدا من مواقفك ومن مواقف لوائك. بارك الله بيك وبجنودك. هذا اللواء من الألوية البطلة. موفق الله يساعدك. كيف تسمعني؟ أجب. سلم لي على اخوانك باللواء وبارك الله بكم. مطلوب المزيد. أجب. حياكم الله. هذا عهد العراقيين بكم. بارك الله بكم. سلم لي على كل اخوانك. فيما لا. أجب. فيما لا يا شباب. شلون اموركم؟ ها؟ نعم سيدي. دجاج هذا بالجدر. دجاج. نشر. خير سيدي. خير سيدي. نعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها اللواء الركن هشام صباح فخري بالذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقرة ج من المادة 58 من الدستور المؤقت، رسمنا بما هو آت: منح اللواء الركن هشام صباح فخري وسام الرافدين من الدرجة الثانية ومن النوع العسكري على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. صدام حسين رئيس الجمهورية. الرفيق هشام صباح الفخري عضو فرع في حزب البعث العربي الاشتراكي.
ولواء ركن في الجيش العراقي، وقائد للفيلق الرابع الشاب في الجيش العراقي. عد ما نتعقب سيرة الرجل العسكري الرفيق هشام صباح، نجد أنه كل الصفات المواطن العراقي المخلص، العسكري الشجاع الباسل المخلص، البعثي الجيد المخلص. وكان في هذه المعركة المقدسة والثأرية الرائعة التي جرت في البسيتين، مثل ما كان في المعارك الأخرى نموذج يحتذى في فيلقي، مثل ما كان نموذج يحتذى عندما كان قائدا للفرقة العاشرة المدرعة. وحيث أن الصفات والمفاهيم تختبر بالمحك وبالتطبيق، وحيث أن الأوسمة والأنواط ما هي إلا إعلان رسمي عن صفات مؤكدة مختبرة بالميدان، وعلى هذا الأساس تقرر منح اللواء الركن هشام صباح الفخري قائد الفيلق الرابع وسام الرافدين من الدرجة الثانية النوع العسكري. وتقرر كذلك منحه نوط الشجاعة، وقد كان ممنوحا نوط الشجاعة من قبل. وتقرر أيضا وعلى مستوى الحزبي اعتبار عضو في المكتب العسكري بدون مسؤوليات مباشرة، لأنه لدينا تقليد في القيادة بأن من يكون عضوا في المكتب العسكري ينبغي أن لا يشغل منصبا مباشرا في الجيش، ولأنه في التضحية والعمل استثناء، فعلى هذا الأساس اتخذ القرار استثناء له وتقديرا له، وتقديرا لكل الرجال اللي قادهم واللي كانوا في إخلاصهم وفي شجاعتهم وفي نبلهم وفي كرمهم بالتضحية، من النوع اللي بقوا رأسه مرفوع مثل ما بقوا رؤوسنا مرفوع، وفي مقدمة أولئك الرجال هم الشهداء الأبرار. بارك الله بالرجل العسكري البعثي هشام صباح الفخر، نتمنى له التوفيق. حسين
من الصفات اللي تخليني نطمئن انه شجاعة الرفيق هشام تستخدم من اجل الشعب ومن اجل الحزب، هو انه باستمرار يشير الى انه المقاتلين الحقيقيين الشجعان هم الناس اللي يعملون بمعيته، ويذكر اسمائهم ويذكر بطولاتهم ويذكر شجاعتهم، خلافا لشجعان قد ينسبون امور كثيرة لانفسهم قبل ان يتحدثون عن رفاقهم في السلاح ورفاقهم في العقيدة. ويقينا انه مثل هؤلاء الرجال اصبحوا كثر بعد ما قطعت الثورة شوط طويل نسبيا، وإن كان في عمر الثورات يعتبر قصير وهو 14 عام. وهذا اللي يطمئننا إلى المستقبل، إنه عندنا قادة من مستوى القيادة العامة إلى مستوى قادة الفيالق إلى مستوى قادة في الفرق إلى مستوى آمرين الألوية من النمط اللي يذكرون الرجال وإن كانوا أقل منهم مرتبة أو رتبة، يذكروهم ويذكرون حقوقهم بدون استئثار. أشكرك هشام، بارك الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها العميد الركن سهيل إسماعيل حقي في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقرة زي من المادة 58 من الدستور المؤقت والمادتين 2 و3 من قانون نوط الشجاعة رقم 14 لسنة 1981، رسمنا بما هو آت منح العميد الركن سهيل إسماعيل حقي نوط الشجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. صدام حسين رئيس الجمهورية. عميد السهيل كل الإخوان في القيادة العامة يعرفوا، سبق أن اشتغل في التخطيط في القيادة العامة، عرفنا في حرصه وفي دقة عمله في تنفيذ الواجبات، والآن هو قائد لفرقة شابة تكونت منذ أظن شهرين. نعم، منذ شهرين. هذه الفرقة الشابة كتب إلها، ولا أقول كتب عليها، كتب لها أن تكون في موقعها وفي مسؤوليتها هذا القاطع اللي احنا بيه الآن، قاطع الشيب البسيتين. كان ربما قبل هذه العملية نقول قاطع الشيب البسيتين، وقاد ميدانيا إلى جانب قائد الفيلق فرقته بثبات وباقتدار، وأهم من كل هذا بمسؤولية الرجال الحريصين على وطنهم وشعبهم وعلى سمعة جيشهم وعلى سمعتهم كرجال وكعسكري. ولأنه قاد معركة ناجحة، والأهم من هذا قاد معركة بشجاعة، قرر منح نوط الشجاعة. ويقينا هو قائد الفرقة الوحيد اللي منح نوط الشجاعة بهذه الفترة القصيرة من الزمن، لأنه
وكان عندنا تقليد في القيادة العامة انه المقرات دائما تكون اخر من يكرم، واعتبرنا القادة، قادة الفرق والفيالق هم حالة بين حالتين، بين القيادة العامة والقيادة والآمرين الميدانيين المباشرين. وكون التقليد السابق كان باستمرار، التقليد اللي ما كان جزء من تقاليد عامة مع الأسف قبل الثورة، كانوا غالبا ما يكرمون الأقربون ويهمل الأبعدون في المكان أو في القربة العائلية أو العشائرية أو المدينية. الآن التقاليد هي تقاليد الثورة، وإن شاء الله تكون تقاليد الشعب العراقي كله، هو أنه اللي يكرمون هم الناس اللي يتعرضون للمخاطر قبل سواه، ويقومون بعملية البناء بصورة مباشرة بحالة أقرب من سواه. وعلى هذا الأساس ورغم مخاطر المسؤولية اللي يتحملوها قادة الفرق والفيالق، تأخر تكريم قادة الفرق والفيالق إلى أن كرموا تقريبا كل آمري الألوية اللي يستحقون التكريم بموجب فعالياتهم وبموجب أعمالهم. لكن لأن هذه المعركة لها طعمها الخاص في نفوسنا وفي قلوب كل العراقيين، ليست كمعركة حطمنا والتوفيق من الله حطمنا فيها الرؤوس المتجبرة الخائرة والجوفاء فقط، وإنما كانت عملية ثأرية من طراز خاص لشهدائنا الأبرار اللي قتلهم العدو وهم أسرى، واخترق بذلك كل مقاييس الشرف ومقاييس الإنسانية منذ بدأت الإنسانية تأخذ مسارها الحضاري وحتى يومنا هذا. ولأنه كان بمعرفتنا وعلمنا وبشهادة قائد فيلقة، كان مع المقاتلين الأماميين حيثما اقتضت الضرورة، بالإضافة إلى مسؤوليته كقائد فرقة، استحق هذا التكريم. بارك الله بك. هذه مو احنا مسؤولين عن المقرك المتقدم، هو غرفة ناصر الغيرة. ها؟ طلعات الميدان احنا هم فرحانين به بهذا المقر الصغير اكثر من اي مقر اخر. شكرا سيدي. مبروك. تهانينا. عقيد الركن محمد رشيد صديق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها العقيد الركن رشيد صديق في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقرة زي من المادة 58 من الدستور المؤقت والمادتين 2 و3 من قانون نوط الشجاعة رقم 14 لسنة 1981، رسمنا بما هو آت: منح العقيد الركن محمد رشيد صديق وسام الرافدين من الدرجة 3 ومن النوع العسكري ونوط الشجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم صدام حسين رئيس الجمهورية. مواطن عراقي من دهوك. الآن هو بنيته أملأ مما كنت أعرفه مما شفته قبل يمكن 6 أشهر.
يحكون عن محمد رشيد، وأكثر من يذكر القائد المباشر إليه عندما كان قائد للفرقة العاشرة المدرعة، والآن قائد فيلق. هذه الفرقة التي لم يرف لها جفن طيلة الحرب التي امتدت سنة ونصف، رغم أنها ليست أقدم الفرق. لكن فرقنا المدرعة كلها هي حقيقة. نجي على الدرع ونذكر نتحدث عن بطولات واسعة، ناخذ المدفعية نتحدث عن رجال المدفعية الشجعان، نجي للمشاة نجد بهم رجال كثر شجعان. ناخذ سلاح الطيران نتحدث عن أوصافه ونغل وكأنه لوحده في الجيش، من كثر ما مليء كل صنف وكل سلاح من الأسلحة في الجيش العراقي مليء بالخواص الطيبة، ولكن يظل ضمن الخواص العامة المتميزة خاصيات متميزة ضمن الخاصيات. بعد ما كانوا يتحدثون عن محمد رشيد ما أقول صورنا أطول مني وأطول من رئيس الأركان، لأن الرجال لا يقاسون بطولهم ولا يقاسون بعرضهم، لكن من شفناه أرفع من هيك. قلنا محمد هذا داخل هذا الجلد اللي يبدو محدود المساحة، مليء بالشجاعة، ما تارك لا للعظم ولا للحم مجال في شجاعته. ولذلك يوم أمس من اتصلت مع أميري التشكيلات هاتفيا قلت له لمحمد انه بعض الناس يولدون وهم أبطال، تلدهم أمهاتهم لكي يكونوا أبطال، فأنت منهم. ولم أكن في هذا، ولم يطغي كلام اللسان على ما في القلب وما في العقل، وإنما كان يقرر اللسان على نحو ثابت ما في العقل وما في القلب، من أنك يا محمد حقيقة كنت متميز من بين إخوانك الشجعان في شجاعتك وفي تصريف الشجاعة إلى مفردات حية هادئة جدا، ولكن كانت مؤذية جدا للعدو. مرة واحدة شفقت على العدو لما طلبت من قائد فرقتك أن ينطيهم فرصة حتى يشيلون موتاهم، وهذه الشفقة كانت في مكانها تعبيرا عن أصالة نظرة العراق الإنسانية العميقة والحضارية العميقة للحرب وأصولها، وللشجاعة وأسسها، وللإخلاص ومستلزماته وطرائقه. بارك الله بك، أتمنى لك التوفيق والعز. سابق كنت ناخذ نوت شجاعة، وهذا نوت شجاعة آخر. شكرا سيدي. هذا خصيصا لهذه المعركة.
سيدي إن شاء الله دائما. لكن نوط الشجاعة تقديرا لشجاعتك من قبل، واللي أخذت ثباتها في المعارك على طول، وهذا خاص بهالمعركة هاي. نوط شجاعة لأنه هذه المعركة حقيقة من طراز معارك متميزة معروفة أن في القيادة العامة هذه المعركة واحدة من أبرز المعارك وأشرسها وأروعها، ومن أروعها ولا أقول أروعها. مبروك. شكرا سيدي. سيدي إن شاء الله قدمنا مثل ما سبق وأن شفتك في مرة من المرات راح يكون دائما رخيص من أجل كرامة الوطن، وكل ما عدنا إن شاء الله راح نستمر بأن ندفع في سبيل كرامتنا وحفاظ على كرامة بلدنا، ودائما إن شاء الله تلقانا في الأمام وشجعان وبتفكير سليم بقدر ما نتمكن أن نقود معيتنا. وبالتالي احنا جنودك المؤمنين إن شاء الله بما تأمرنا به راح ننفذه بالشكل اللي ما راح نقصر إن شاء الله. حياك الله. تهانينا. شكرا سيدي. شكرا. العقيد ركن رياض طه داوود سعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها العقيد الركن رياض طه داوود في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون نوط الشجاعة رقم 14 لسنة 1981 رسمنا بما هو منح العقيد الركن رياض طه داوود نوط الشجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. صدام حسين رئيس الجمهورية. الشجعان المتميزون في جيشنا وفي شعبنا صاروا كثر، ولكن لا يمكن أن تختلط أعلامهم بعلم واحد إلا علم العراق وعلم الأمة، ولذلك تجد كل واحد منهم علم بين وواضح رغم أنهم كثر. العقيد الركن رياض هو واحد من الشجعان البارزين، عرفنا سيرته من خلال لواء هشام صباح الفخري عندما كان قائدا للفرقة المدرعة العاشر. ولمسناها عن كثب في أكثر من معركة. قبل شهرين تقريبا وفي هذا المكان قاتل رياض هو وتشكيل البطل، وقاتل بشجاعة متميزة. يقينا كانت ليلة ليلة، ولكن تحولت عند الفجر إلى نهار بالكامل في الموقف وفي الصورة. ومنح تقدير خاص في تلك المعركة. لم يتهيأ لنا أن نحتفي به في القصر الجمهوري كما هي العادة، ثم حصلت هذه المعركة اللي كما قلت لها طعم خاص في نفوسنا وفي قلوبنا. كان تشكيل العقيد الركن رياض كذلك ضمن التشكيلات المقاتلة الباسلة التي قاتلت حتى طردت العدو من كل ممر الشيب البسيتين، ووضعت هذا المضيق تحت قبضة
القوات العراقية القبضة الحديدية. وحتى نفذوا كامل الأهداف المقررة لهم حتى الآن من قبل القيادة العامة، وبذلك حققوا السيطرة الكاملة على مدينة البسيتين بالنار، مثلما سيطروا على منطقة البسيتين وكما قلنا على كامل المضيق بعد ما حطموا كل دفاعات العدو في هذه المنطقة وعن مدينة البسيتين. ويحق لنا لأن هذه المعركة ذات لون خاص أن نكرم الرجال في هذا المكان المتقدم من أرض المعركة. وعلى هذا الأساس استحق لهذه المعركة العقيد الركن ضياء رياض نوط الشجاعة. وعن المعارك الأخرى سبق أن أخذ استحقاقات أخرى، أخذ نوط الشجاعة وأخذ وسام الرافدين من الدرجة الثانية النوع العسكري، وهو أول ضابط الجيش العراقي منذ بدأت الحرب حتى الآن كآمر تشكيل يأخذ وسام الرافدين من الدرجة الثانية النوع العسكري، واليوم نقلد نوط الشجاعة. بارك الله بك رياض. كلهم سوا على طول سيدي، عندي امين لك ان شاء الله. حياك الله. حاضرين سيدي. اشكرك. المقدم الركن عبد المحسن عبد الله حسن سيدي. شوي. العقيد الركن قوات خاصة فاروق محمد حمادي. العقيد الركن دريد مصطفى سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها الضباط المدرج أسماءهم أدناه في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقرة زي من المادة 58 من الدستور المؤقت والمادتين الثانية والثالثة من قانون نوط الشجاعة رقم 14 لسنة 1981 رسمنا بما هو آت: منح كل من العقيد الركن فاروق محمد حمادي، والعقيد الركن دريد مصطفى شاكر، والمقدم الركن عبد المحسن عبد الله حسن نوط الشجاعة، على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. صدام حسين رئيس الجمهورية. رجال من الجيش آمري تشكيلات في الجيش العراقي اشتركوا في القتال في هذه المعركة، معركة البسيتين الشيب، وقادوا تشكيلاتهم باقتدار وتصرفوا بشجاعة بشهادة قائد الفرقة وبشهادة قائد الفيلق، واستحقوا تكريم القيادة بمنحهم نوط الشجاعة. بارك الله بكم أيها الرجال، وأتمنى لكم التوفيق، ولكم ولعوائلكم ولشعبنا العراقي العظيم ولجيشنا الباسل العز. مبروك. أشكرك.
شلون موقف وحداتكم؟ جيد الحمد لله سيدي. العدو بالله يحاول؟ هسه سيدي احنا هنا كان نحاول نضرب لنا من هاي الزينة. العدو كان يحاول علينا تعرض. هو سكت سكت وراح. حتى النفس انقطع سيدي والله. حتى النفس بالقاطع ماضى. نعم سيدي. مبروك. شكرا سيدي. يحاولون يمك؟ نعم سيدي. العدو يحاول؟ لا سيدي ما يقدر يحاول، لأن ابن الوليد ما حد يقدر يحاول عليه أبدا. ما حد يتقرب يمه. لأن كانوا يتقربون علي أتذكر سيدي من الحواز وأبدا. احنا صامدين سيدي وفاروق أقول دريد. والله سيدي زلمي زين فيها زلم سيدي. والله بالله. بس إن شاء الله إن نعطينا المجال الفرصة الأفضل، وإن شاء الله نثبت أنه رجال من صدق. عاهدوا الله وعاهدوك سيدي أنه قدم ولو لحد الآن احنا مو بمستوى الطموح، بس إن شاء الله هنكون ضمن الطموح وأكثر من الطموح بعون الله. واحنا جنودك سيدي الأمناء والشجعان. أشكرك. إذا ما يحاولون على اللواء وراها؟ لا سيدي حتى إذا حاولوا كررها. كل فعل رد فعل. أشكركم. سلموا لي على إخوانكم. هذا التكريم لكم لأنكم شجعان، ولمن هم في معيتكم أنتم بالنيابة عنهم. حياكم الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. تهانينا. شكرا سيدي. العقيد موفق محمد طاهر. أنا سيدي. العقيد ركن زوير يونس علي سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها الضباط المدرجة أسماهم أدناه في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقه الزي من المادة 58 من الدستور المؤقت والمادتين الثانية والثالثة من قانون نوط الشجاعة رقم 14 لسنة 1981، رسمنا بما هو آت: منح العقيد الموفق محمد طاهر والعقيد زهير يونس علي نوط الشجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم. صدام حسين رئيس الجمهورية. كذلك شجعان من الجيش، آمري تشكيلات في جيشنا الباسل، شاركوا في معركة البسيتين وقاتلوا بشجاعة واستحقوا التكريم بمنحهم نوط الشجاعة. بارك الله بكم أيها الرجال. شلون الموقف يمك هسه؟ جيد جدا سيدي. أنا أمام الكل سيدي. ربعي أمام الكل. وصامدين سيدي. بارك الله فيك. تسلم سيدي، الله يعزك سيدي ويبقيك بخير لنا سيدي. حياك الله. الرجال يكونون حيثما ينبغي أن يكون. بعون الله سيدي وبمشيئة الله. شلون الموقف يمك؟ الموقف جيد جدا سيدي، ونتمنى للجميع الموفقية، وإن شاء الله سنبقى ذلك الصرخ المتين لحماية مبادئ حزبنا تحت قيادتكم الحكيمة. إن شاء الله دائما الصرح عالي إن شاء الله بوجودك سيدي. سلم لي على ربعك.
عدلو